عيني دلع، على عيني دلع، على عيني دلع. عزبوك على الجوز السبعة. 100 يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من النهاردة أنا بصور لكم فرشة الصياد، هيورينا تشكيلة كبيرة من الجزم والصنادل والشباشب. الحاجات دي ب100 جنيه، هيوريها لنا يا بنات. اتفرجوا معايا بقى وشوفوا. أنا ده كان التصوير يوم الأربعاء. هيورينا بقى دلوقتي صابوه أحمر كده شكله حلو، اللي حتى الاكسسوار اللي فيه حلو قوي. بصوا كمان 3 ألوان من الصابوه ده، أحمر وأسود وأبيض، يعني تشكيلة كبيرة من الشوزات ومن الصابوهات، وموجودة عنده كمان زي ما شفتوا كده معايا في كمان ألوان، يعني في مقاسات وفي على عيني ألوان. دلع، على عيني دلع، على عيني دلع. عزبوك على الجوز السبعة. 100 يا باشا. ماشي ب100 يا بنات. بصوا حلو. بجد بقى فلات حلو. ماشي تمام حلو. فليت بقى حاجة كده حلو قوي. ودي يا عيني على الدندشه يا ولد، يا عيني عليك يا مدندش. حلو. الفرشة كانت عليها كمية شوزات جميلة جدا، الهيلز وفلات، تشكيلة كبيرة جدا من الشوزات. هوريكم كده كام حاجة منها. مسكت الفردة دي ومسكت الفردة دي، كنت بدور على مقاس منها بس ما لقيتش مقاس 41، ما كنتش لاقياه. بصوا ده كمان وراها لنا في اول الفيديو، كان برضو جميل جدا. تخيلوا الحاجات دي ب100 جنيه بس، يا سلام على الشياكه والاناقه. اللون اللافندر ده كمان طالع موضه في اللبس وفي الشوزات، لقيته كتير، وفي الشنط كمان لقيته كتير جدا في العتبه لما نزلت. عجبني كمان الكوتش ده، كان شكله حلو جدا، وكان فيه منه مقاسات، شفت منه ال37 وال38. هنا بقى كنت بجمع لكم كل الشوزات السوداء عشان اوريكم الستايلات. جمعت لكم 3 ستايلات كده هوريه لكم. بص ده فيرنيه كده وشكله حلو، ولقيت منه مقاسات يعني لغايه 41 موجود. بصوا ده كمان حلو قوي، وبصوا الجلد من جوه، وبصوا كمان الفرشه تقفيله بصراحه حلوه. على فكره الحاجات دي بواقي محلات عباس العقاد ومدينه نصر، وفعلا الحاجات دي بتبقى تقفيلاتها حلوه وتعيش معاكي، يعني الحاجات دي فعلا بتبقى اصليه. ولو دورتي هتلاقي في النص كده براندات مكتوبه، يعني مكتوبه كده في ظهر الشوزه هتلاقي اسم البراندات اللي انا بقول لكم عليها يا بنات. وهتلاقوا فعلا حاجات يعني غاليه بسعر رخيص. بصوا كمان حاجه زي كده اهو مكتوب اسم المحل من جوه. دي كانت 3-4 ستايلات كده من الشوزات السودا، حبيت ان انا اوريها لكم عشان تتفرجوا عليها. بصوا كمان البيج دي خطيره جدا، كل الالوان المحايده كانت موجوده، كمان الالوان الجديده زي اللافندر زي البينك زي الكشمير، كل الحاجات دي برضو موجوده عنده. كمان عنده كمان الكوتشيات الجديده دي طالعه موضه قوي، اللي هي فيها كام لون جوه بعض. حطيت لكم اللون الابيض في الكحلي، وحطيت لكم الابيض في الاسود في الجري عشان اوريه لكم. كنت بجمع لكم كده تشكيله من الستايلات كانكم يعني قاعدين في المحل وبتتفرجوا. كنت بسهل عليكم الدنيا يعني. بصوا كمان الشوزات اللي هي السودا دي كانت حلوه قوي. وريت لكم الفلات من اللون ده طالع موضه، لون محايد. وريت لكم كمان اللي هو بالكعب حلوة قوي قوي. بصوا الكشمير دي خطيرة، عجبتني جدا، وكانت اكتر حاجة عجباني هنا في الفرشة دي لون الكشمير ده. ويا سلام بقى لو شنطة كشمير كده، يليق على كل حاجة بقى، يليق على شميزات سودا، شميزات بيضة، اي لبس يعني هتلبسيه هيليق عليه اللون ده. بصوا كمان ده كان فيه توكة كده من قدام، اكسسوار برضو كان شكلها حلو. وريت لكم كام حاجة كده في النص هيلز. بصوا الهيلز ده كمان حلو قوي. وانا هنا كنت واقفة عند المعادن العربي يا بنات، ده كان يوم الاربع بعد الفطار، كانت الساعة 8:30 كده. لو رحتوا طبعا هو الفرشة كانت مليانة شغل جديد، وطبعا انتوا عارفين هما بينزلوا شغل يوم الجمعة ويوم الاثنين.
ويوم الاثنين طبعا بيبقى حاجات احلى بكتير من يوم الجمعة. ويوم الحد طبعا اجازة، بس طبعا هيبقوا تصفيات، يعني يوم الحد لو نزلت هيبقوا تصفيات، بس هتلاقي المحلات مقفولة وهتلاقي الفرشات موجودة وكل حاجة، بس بيبقى تصفيات اسعار اقل وطبعا بضاعة اقل. بصوا الاسود حلو قوي، عجبني قوي. بصوا كمان اللون البيج ده حلو قوي، الستايل ده كان بكعب كده وفي اكسسوار كده من قدام، يا سلام على الشياكة والاناقة. وده كنت بوريكم اسم المحل وكمان الماركة مكتوبة كمان على ظهر الشوزة. بصوا يا بنات حاجات تحفة. لو انتي مش عندي في القناة اشتركي في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان عشان ينزل لكم الفيديوهات اول باول كده على الصفحة الرئيسية على اليوتيوب. وكمان يا بنات لو انتوا بقى بتدوروا على شوزات حلوة وحاجات حلوة، ان شاء الله هنزل لكم فيديو كمان جولة في العتبة انا عملتها في العتبة شارع الرويعي. ان شاء الله لو بتدوري على حاجة ان شاء الله هتلاقيها في الفرشات دي. بصوا اللون الزيتي ده بس كان قطيفة كده وكعب وشكله حلو. تخيلوا اي حاجة من هنا ب100 جنيه. بصراحة الفرشة كانت عجباني جدا. بصوا ده كمان كان حلو كده منقط وشكله حلو قوي. طبعا كانت الدنيا زحمة جدا وهو حاول قد ما قدر ان هو يورينا تشكيلة كبيرة من الشوزات، بس طبعا انشغل مع الزباين فكملت انا تصوير وقلت خلاص لازم اوريكم الحاجات اللي عنده. بصوا ده كمان حلو قوي قوي قوي. بصوا البيج ده انا مش صورته لكم كام مره، لا انا صورت باكسسوار كان فيه فيونكه واكسسوار تاني ارق شويه. بصوا ده كمان حلو، يعني وريت لكم منه كمان الاسود القطيفه ووريت لكم الاسود الفرنيه، وده كمان حلو قوي قوي. بصوا يا بنات كمان الابيض ده وكان بترتر كده، يا سلام على الشياكه والاناقه. ودي كمان حاجة كده زي يعني ماركة اللي هي الشرابات، انا مش عارفة اسمها ايه. هي يعني نازلة جديدة انتوا عارفين. فحلوة قوي، كان شكلها حلو كده جينز، لو اتلبست على شنطة جينز مثلا او شنطة وايت او مثلا اوف وايت هيبقى تحفة. بصوا كمان اللي هو الذهبي دي كانت خطيرة برضو، حاولت برضو ان انا اصور لكم. بصوا الكوتش ده كان فيه ستراس كده من الجنب برضو شكله حلو. بصوا السودا دي يا سلام على الشياكة والاناقة وشكلها جميل جدا. بصوا دي كمان كانت كل ما يجي في قدامي يعني شوزات لونها سودا كنت بصورها لكم، لان هو ده اللون المحايد فعلا في لبسنا. يعني لو ظبطتي شوزة وشنطة حلوين لونهم اسود هيبقى الدنيا تمام معاكي، يعني مش هتشيلي هم بقى كل خروجه هتلبسي ايه وكده. لون محايد سهل وحلو، لون الكشمير لون اللافندر. اي حاجه هنا ب100 جنيه. جميلة جميلة جدا والله، شكلها حلو. حلو حلو قوي. الحلو يجيب الحلو. حلو والاسود بتاعه ب100 الفردتين حلوين اي حاجه ب100 يا ابله، اي حاجه ب100 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 ب100. كل المعادن العربي هتلاقيه يا بنات العتبة، وهي تاخدي اتجاه اليمين او اسألي فين سنترال العتبة او مول صدناوي هتلاقيه في الشارع ده. هو يعني قريب من الباب الخلفي لمول صدناوي، وهتلاقوا حاجات كتيرة جدا حلوة في الفرشة، مش هتخسروا حاجة لو هتنزلوا تبصوا عليها. اي حاجة من هنا ب100 جنيه. انا صورت لكم الشارع اهو عشان تعرفوه، وهو كعلامة مميزة ليه علامات كتيرة، سنترال العتبة، الباب الخلفي المول صدناوي، المعادن العربي، كل الحاجات دي علامات مميزة انكم تعرفوا توصلوا للمكان. انا صورت لكم كمان اهو شكله علشان تعرفوه، وكمان هديكم الرقم التليفون عشان تعرفوا.
اهو يا بنات شكل المحل ده، المعادن العربي الحديثة، هو الفرشة قدامه على طول. يا رب تكون الجولة النهاردة عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة. باي باي.